السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين. حسين الشحات اختار النادي الأهلي، اختار كل حاجة في النادي الأهلي، اختار النادي الأهلي على حساب 90 مليون جنيه، واختار المجد والشهرة، واختار نادي القرن، واختار حب النادي وحب الجمهور، واختار كل حاجة. كل ده علشان حب حسين للنادي الأهلي وحب النادي الأهلي لحسين الشحات. حسين الشحات اتواصل مع النادي الاهلي يعني ان هو هياخد مضى 3 سنين ل 2026. هياخد في اول سنة 13 مليون، وتاني سنة 14 مليون، وتالت سنة هياخد 15 مليون جنيه. وعلى فكرة حسين الشحات كان هياخد ضعف المبلغ ده مع العرض اللي كان جايله من دول الخليج. لكن حسين الشحات اختار النادي الاهلي واختار كل حاجة مقابل ان هو يعني يتنازل عن الاغراءات اللي كانت بره من دول الخليج، واختار النادي الاهلي وحب النادي الاهلي وحب الجمهور. بجد برافو لحسين الشحات، حاجة طبعا انا احييه عليها جدا جدا جدا. وبرضه استمر بند الاشتراك في المباريات، يعني النادي الاهلي يعني ركز قوي على الحته ديت، ان هو بند الاشتراك في المباريات استمروا عليه. لكن حسين الشحات بالنسبه للاعلانات اللي هتيجي هتبقى كلها داخله لحسين الشحات له هو لوحده من غير النادي الاهلي. لكن بند الاشتراك في المباريات دوت حاجه يعني ايه، دي حاجة بتاعت النادي الأهلي وبيطبقها على كل اللعيبة من أصغر لاعب لأكبر لاعب في النادي الأهلي. بالنسبة هنيجي برضو نتكلم على سيف فاروق جعفر، وقع لنادي بيراميدز لمدة 4 سنين بشكل نهائي، مع إن المستشار مرتضى منصور طلع وقال إن هو سيف فاروق جعفر مضى معاه 4 سنين. يعني حاجة غريبة جدا، يعني إزاي سيادة المستشار يطلع ويقول كده، مع إن نادي بيراميدز طلع بيان وقال ان سيف فاروق جعفر اتعاقد معاه 4 سنين. فطبعا ديت حاجة يعني نادي بيراميدز المفروض ان نادي بيراميدز ونادي الزمالك يعتبروا واحد، لكن بيراميدز من يعني بدأ كده يدخل في مشاكل مع نادي الزمالك من ساعة ما نادي الزمالك انسحب من السوبر. نادي بيراميدز لا، قال انا هدخل انا مكان نادي الزمالك، ودخل في مباراة السوبر اللي النادي الاهلي طبعا كسبها. ونادي الزمالك كان قال للنادي بيراميدز مش هيشارك، لكن نادي بيراميدز شارك في السوبر المصري، والنادي الاهلي كسب طبعا السوبر وتفوق على نادي بيراميدز في هذه المباراة. طيب يعني كده خلاص يعني خلاص كده سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مباريات 4 سنين. ديت طبعا حاجة يعني المفروض السيادة المستشار ما يطلعش بعد كده يقول أي حاجة غير لما يكون متأكد منها. وفي كده يبقى بيراميدز يخطف سيف فاروق جعفر ويخطف يوسف أسامة نبيه، دول 2 من أبناء نادي الزمالك. نادي بيراميدز كده خلاص يعني ايه، خطف 2 من أبناء نادي الزمالك، مع إن يعني كابتن أحمد حسام ميدو وخالد الغندور والست المستشار وكل دول كانوا بيقولوا محدش يعني دمت ولاد النادي ومحدش هيقدر ياخدهم مهما كان. لكن الحاجة الواقع طبعا حاجة والكلام حاجة تانية خالص. هنيجي لحاجة تانية، محمود حمادة وافق باللعب للنادي الأهلي وأبلغ نادي فاركو اللي هو عايز يروح النادي الأهلي، وبكده النادي الأهلي برضو يخطف محمود حمادة من نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك كان عايزه. لكن محمود حمادة قال أنا مش عايز أروح الزمالك، أنا عايز أروح النادي الأهلي، لأن اللاعب بيحب النادي الأهلي. وبرضو ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، طبعا ياسر إبراهيم يعني ملتزم وفدائي، لاعب فدائي ولاعب رجولي وبيلعب بكل حاجة زي ما الكتاب بيقول. مد عقده 2 سنين كمان عشان يوصل ل 2025، والنادي الأهلي قدره برضه واداله يعني زيادة في الحصة يعني ايه، اداله زيادة في العقد بتاعه. يعني ياسر إبراهيم كده هياخد زيادة في العقود بتاعته، وبرضه اداله زيادة يعني حصة زيادة في اللقاءات الإعلانية والحاجات اللي زي دي. وكده وإن شاء الله في النادي الأهلي هيلعب بكرة الساعة 9:30 مع منتخب السويس، والكسبان من الأهلي ومنتخب السويس هيلعب الكسبان من المصري حرس الحدود.
فبكده ممكن النادي الاهلي لا يلعب حرس الحدود تاني، مع ان هو كان لسه ملعبه في الدوري، لكن ممكن يعني يقابل حرس الحدود مرة تانية. نادي سموحة النهاردة خرج من كاس مصر على يد نجوم المستقبل. كده النجوم هيبقى في ربع نهائي كاس مصر مع انبي. بجد يعني مبروك لنادي نجوم المستقبل. فريق شكله كده فريق قوي، ويعني ايه، وله مستقبل كويس في الايام الجايه. وبيراميدز في حاجه تانية برضو بخصوص نادي بيراميدز مع اشرف بن شرقي. بيراميدز يتواصل مع نادي الجزيره الاماراتي لضم اشرف بن شرقي، واغراءات من نادي بيراميدز لاشرف بن شرقي. يعني عارضين طبعا مبلغ جامد جدا علشان خاطر ان بيراميدز يخطف نجم الزمالك، بدل ما يروح الزمالك او الاهلي لا يجي لنادي بيراميدز، ويحاول ان هو يعني ايه يشتريه من نادي الجزيرة الاماراتي بمبلغ طبعا وقدره هيكون طبعا عالي جدا. احنا عارفين طبعا فريق بيراميدز بيمتلك امكانيات مالية جدا ضخمة جدا. وهنشوف بقى الايام الجايه اشرف بن شرقي هل هيفضل في نادي الجزيره، ولا هيروح الاهلي، ولا هيروح بيراميدز، ولا هيروح فريق تاني، ولا هيروح فين بالظبط. وبكده تبقى انتهت الحلقه، واتمنى تكون الحلقه عجبتك. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه واضغط لايك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.